الذكاء الاصطناعي مصطلح أصبح مألوفاً في عالم فضاء إلكتروني مترامي الأطراف. من منا يعرف الحقيقة من التزييف؟ السؤال الذي يطرح الآن: هل يجب أن نقلق؟ Today we will dig into the world of deepfake. المختصون يقولون نعم، لأن التكنولوجيا تستطيع أن تنسخ معالم وجه أي إنسان وتنسب له تصريحات لم يقلها، and the infrastructure that creates good new jobs. بحيث يصعب التمييز بين الواقعي والمزيف. تقنية الفوتوشوب أصبحت تطبق على الفيديو. يمكن للتكنولوجيا أن تتلاعب في ملامح الوجه بشكل يبدو مقنعاً وحقيقياً، ويمكن أن يجعله يفعل ما تريد. الاسم هو ديب فيك، أي التزييف العميق، فقد طبق على الرئيس أوباما ونسب إليه تصريحات شتم فيها الرئيس ترامب، وطبق أيضاً على مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بأنه كان يتفاخر بتحكمه بمعلومات لمليارات من البيانات الخاصة للمستخدمين. والأسوأ هو إمكانية هذه التكنولوجيا صنع آلاف الفيديوهات للمشاهير بكلام مزيف يبدو حقيقياً للوهلة الأولى. Meet my deepfake Nadia 202. This will save me from recording myself. Meet my deepfake Nadia 202. This will save me from recording myself. هناك ما يقدر بنحو 15,000 فيديو مزيف على الإنترنت منذ عام 2019. صنع تلك الفيديوهات لا يحتاج إلى كثير من المهارات التقنية، أما التلاعب بالصوت والصورة فهو يخدم أيضاً عصابات القرصنة التي تقنع البعض بدفع أموال لشركات وهمية بعد صناعة فيديو مزيف لرئيس شركة معروفة. الخوارزميات تطورت بشكل كبير جداً، بحيث جعلت هذه التقنية متاحة للناس العاديين. تغيير المحتوى ليخدم أغراضاً مشبوهة من قبل جهات معينة سيستمر، لكن الحذر والدقة في التعامل مع تلك الفيديوهات هما مسؤولية الفرد والمؤسسة. نادية البلبيس، العربية، واشنطن.